حاجات بيعملها المصريين العظماء القدماء وبس. في مصر بس ام الدنيا لو ركبنا اسانسير يقولوا لك تخيل لو وقع بينا. يا اخي ونتخيل ليه؟ طب ما هو لو قاعدين مع بعض في قعده جميله وحد بتكرهه جدا وصل يقولوا لك الحق يا واد الحق حبيبك جه. في كل بيت مصري لازم يكون غطا الريموت ضايع، وطبعا الحجره معضوضه مفشوخه. في مصر بس لو حد بيقول للتاني الحق فلانه ولدت يقول له ايه ده ما شاء الله هي كانت حامل؟ لا ياض منزلاه من السون. في مصر بس لو حاجه ضايعه منك وبتدور عليها يجي وش السعد اللي هيساعدك ويقول لك طب انت كنت حاططها فين؟ حاططها في طين. في مصر بس لما علبه الشامبو بتخلص لازم تتملي ميه وتترج والا نبقى مبذرين. في مصر بس الام تسال ابنها رايح فين يا ابني يرد يقول لها جاي على طول جاي على طول. في مصر بس تبقى واقف قدام باب الاسانسير في الدور الارضي ويجي واحد يسالك هو حضرتك طالع؟ لا ياض مستني الشقه تنزل. في مصر ام الدنيا بس لو ندهت في الشارع وقلت يا حمار هتلاقي كل الناس بتبص لك. في مصر بس يشوفوا عربيتك متكسره ومتدغدغه يقولوا لك ايه ده هي دي حادثه؟ لا يا روح امك عامل لها نيولوج. لما تبقى في السرير ومغمض عينك يسالوك ايه ده عايز تنام؟ لا بحاول اموت. تبقى طالع من المسجد يسالوك هي الصلاه خلصت؟ لا الامام مطلعنا فسحه بس. شعب بيفهم من فخاده. لو عجبتكم السلسله ديت وعايزين منها تاني وصلوا الفيديو دوت 100,000 لايك. ولو انت مش مصري عظيم قديم يبقى مش هتفهم حاجه من الفيديو دوت واقلب على طول. ولو لقيت نفسك طبعا ما تنساش تحط اللايك.